افتكرنا إن الكابوس خلص تحت أنقاض مدينة الهلاك، واللي الناس كلها افتكرته النهاية طلع مجرد البداية. بنت بتجري في ممرات ضلمة، رصاص بيضرب في كل حتة، وفجأة بيتقبض عليها وتترمي في زنزانة تلج. بطلتنا دخلت عرين الأسد عشان تدور على أخوها، بس فتحت عينيها لقت نفسها في مقبرة حية، جزيرة مقطوعة في نص المحيط. وفجأة الأرض بتنشق، السجن بيقلب لساحة إعدام، الميتين ما بقوش يفضلوا في قبورهم، وبطلتنا بتضرب نار وبتجري، ومعاها شاب صغير بيصوب بمسدسين وعينه كلها رعب. بس اللي محدش كان يتوقعه إن الخطر الحقيقي مش في الميتين، ده في قصر فخم جدا واقف في عز الدمار، صورة زيتية بتوأم ملامحهم باردة، وظل راجل واقف في الضلمة عيونه بتلمع بلون أحمر شيطاني وبيبتسم. الجزيرة دي مخبية سر عيلة ملعونة، وشبح من الماضي راجع من الموت عشان يصفي حسابه. وحش ضخم بدرع مطاط، طيارة بتقف في عز العواصف، وصرخة شاب وهو بيتحول لمسخ مرعب، ومخالب عملاقة بتشق التلج، وبطل تاني بيوصل بيعمر سلاحه ويقف قدام جيش من الوحوش. من جزيرة الموت لجحيم التلج، سباق مع الزمن، خيانة وتجارب مرعبة بتتحدى الطبيعة. واحدة جميلة تنزل من على سلالم قصر ضلمة، وفجأة جلدها البشري بيبدأ يتحرق ويقع عشان يكشف عن كيان شيطاني مرعب. بس الحقيقة طلعت أخطر بكتير من أي وحش، وفي اللحظة دي هيكتشفوا إن الهروب مستحيل. 17 ديسمبر 1998 بتقتحم بطلتنا أحد مقرات شركة أمبريلا، وهي بتدور على أخوها عضو فرقة ستارز السابق. كلير بتقاتل بشراسة، لكن أعداد الأمن كانت مهولة وبيتم القبض عليها. بعد 10 أيام بتفتح عينيها في زنزانة باردة ومظلمة على جزيرة معزولة اسمها روكفورت، وفجأة الأرض بتهتز، أصوات انفجارات عنيفة بتشق سكون الليل. قائد قوات أمبريلا اللي قبض عليها بيدخل الزنزانة وهو بينزف وبيعرق، بيفتح الباب وبيقول لها بابتسامة يائسة انتي حرة، بس مفيش أمل في النجاة، الجزيرة بتتدمر. كلير بطلتنا بتخرج لسطح السجن، لكن اللي شافته كان أسوأ من أي قصف. السجن مدمر، ومن بين الأنقاض الموتى بيصحوا من تاني، أموات فيروس اسمه التي فيروس بيزحفوا من كل مكان. في وسط محاولتها للنجاة بيتم إطلاق النار عليها من برج مراقبة، بتضرب نار ترد بيها، فبيوقف المهاجم فجأة لما يكتشف إنها بشرية مش زومبي. الشاب ده اسمه ستيف، متمرد ومندفع، بيقول لها انه رايح المطار عشان يهرب، وبيرفض انها تمشي معاه عشان ما تعطلوش. لكن كلير وهي بتشق طريقها وسط جثث الحراس والمساجين بتكتشف ان الجزيرة دي كانت مسرح لتجارب مرعبة على البشر. بتلحق بستيف اللي كان بيقلب في جهاز كمبيوتر، ولفت انتباهها اسم كريس ريدفيلد. كلير بتستغل ان الكمبيوتر لسه متصل بالنت، وبتبعت رسالة لحليفها القديم ليون كينيدي عشان يبلغ كريس انه متراقب ويطلب مساعدته. ستيف بيتريق عليها وبيقول لها بغضب ما تعتمديش على حد غير نفسك، وبيمشي ويسيبها. كلير بتكمل طريقها وبتلاقي قصر ضخم وفخم جدا في نص الجزيرة المدمرة، كأنه مكان من كوكب تاني خالص، ومفيش فيه أي أثر للخراب. بتلاقي وثائق بتتكلم عن لورد القصر وتوأم عندهم هوس مرعب بالحشرات. وفي اللحظة دي بتسمع صرخة ستيف،
بتجري تلاقيه وقع في فخ مميت عشان حاول يسرق مسدسين ذهبيين من مستودع الأسلحة. بتنقذه لكنه بيرفض يديها السلاح وبيقول لها هبدلهم معاكي بسلاح اوتوماتيكي، وبيجري تاني. لكن الصدمة الحقيقية كانت في انتظار كلير، وهي ماشية بتلمح نقطة ليزر حمراء بتتحرك ببطء على جسمها، بتوطي بسرعة قبل ما رصاصة القناص تطير راسها. بيظهر راجل ملامحه مجنونة بيصوب عليها وبيقول لها انت اللي خططت لكل ده، انت اللي جبت القوات تضرب جزيرتي. الراجل ده هو ألفريد أشفورد، قائد القاعدة وحفيد أحد مؤسسي شركة أمبريلا. ألفريد بيتهمها بأنها السبب في تسريب التي فيروس على الجزيرة، وبيتوعدها إنه هيتسلى بيها قبل ما يقتلها. ألفريد ما كانش بيهزر، بيوقعها في فخ أشبه بساحة ألعاب مميتة، وبيطلق عليها وحش تجريبي مرعب اسمه باندر سناتش، نسخة رخيصة لكن فتاكة من وحوش التايرنتس، بس معاه دراع مطاطي بيسحق أي حاجة. الوحش بيمسك بكلير، لكن ستيف بيقتحم المكان وبيفرغ رصاص في الوحش وينقذها. بيبدأ يتقرب منها ويعرض عليها انه يكون فارسها النبيل، لكن كلير بترفض وتبدله السلاح زي ما اتفق. وهنا الارض بتنشق وألفريد بينزل لهم في مصعد لأعماق المنشأة. الجسر اللي بيمشوا عليه بينهار ورجل كلير بتتحشر. ستيف بيلف عشان يدافع عنها لكنه بيتصنم في مكانه. الزومبي اللي بيقرب منه ما كانش حد غريب، ده كان أبوه. وبعد لحظات من الرعب والتردد، ولما أبوه بيقرب يفترس كلير، ستيف بيصرخ وبيفرغ سلاحه في أبوه وهو بيعيط. وسط دموعه بيكشف لكلير إن أبوه كان عالم في أمبريلا، باع أسرار الشركة، فالنتيجة كانت قتل أم ستيف وسجن ستيف وأبوه في الجزيرة دي. كلير بتكمل استكشافها وبتسمع بالصدفة ألفريد وهو بيتوبخ بشدة من أخته أليكسيا، اللي واضح إنها هي العقل المدبر لرجوع أمجاد عائلة أشفورد. في طريقها بتلاقي تقرير من جندي أمبريلا الأسطوري هانك عن كبسولة غامضة مجمدة كان بينقلها، وبتفتكر القائد الجريح اللي سابها تخرج في الأول، فبتروح تديله دواء لوقف النزيف، فهو بيرد لها الجميل ويديها الأداة الأسطورية، أداة فتح الإقفال. لكن اللي حصل بعد كده كان مرعب. في قصر أشفورد صوت بارد ومألوف بينادي على كلير: أنا شبح، رجعت تاني عشان أطارد أخوكي. كلير بتلف وتتصدم. ألبرت ويسكر الخاين الأكبر، قائد فرقة ستارز اللي كل الناس افتكرت انه مات في الاول. ويسكر واقف سليم بقوة خارقة وعيون بتلمع في الضلمة، بيعترف انه هو اللي قصف الجزيرة وبيسيب كلير عايشة عشان تكون الطعم اللي هيسحب كريس للموت. كلير بتكتشف من ملفات ان أليكسيا عبقرية، دي بقت رئيسة باحثين في أمبريلا وهي عندها 10 سنين بس. وفجأة أليكسيا بتظهر وتوجه مسدس راس كلير. ستيف بيتدخل وبيحصل تبادل إطلاق نار. أليكسيا بتهرب من باب سري، ولما بيلحقوها بيتفاجئوا بألفريد، لكن الصدمة إن ألفريد بينزف من نفس المكان والمكياج على وشه سايح. ما كانش فيه أليكسيا من الأساس. ألفريد مريض نفسي وعايش بشخصيتين.
ألفريد بيفعل نظام التدمير الذاتي للجزيرة. كلير وستيف بيجروا للمطار بيركبوا طيار، لكن ألفريد بيبعت لهم كابوس حي يودعهم بيه، وحش ضخم. Cargo room hatch is open. I'll go back and check it out. Thanks. I've unlocked the cargo room door. بعد معركة دموية بره الطيارة وجواها، كلير بتنجح تطرد الوحش في الهواء، لكن الطيارة بتتقفل على نظام الطيار الآلي وبتاخدهم لمكان مجهول. الطيارة بتنزل في القارة القطبية الجنوبية وبتتحطم في قاعدة تانية، الأمبريلا. القاعدة دي كمان مليانة وحوش. كلير بتلاقي مذكرات ألكسندر أشفورد أبو ألفريد اللي بتكشف إن جده أسس شركة أمبريلا وفيروس اسمه بروجينتور مع اللورد سبنسر. ألكسندر فشل في إدارة الأبحاث، فبنى القاعدة السرية دي وسماها مشروع شفرة فيرونيكا. المنشأة مليانة عناكب وحشرات عملاقة، وأسوأ من كده صوت عواء مرعب لراجل محبوس تحت الأرض بقاله 10 سنين ملقب بنيوسفراتو. ألفريد بيظهر تاني، بس ستيف بيضربه بالرصاص ويوقعه في هاوية جليدية، لكن الصرخات بتزيد ونيوسفراتو بيكسر قيوده، وهو ده اللي كنا ناقصينه. كلير وستيف بيحاولوا يهربوا بآلة حفر لمهبط الطيارات، لكن الوحش المشوه اللي بيبخ سموم بيقف في طريقهم. Let's go. We scared? I've got you now. بعد معركة شرسة كلير بتقتله وبيهربوا بعربية جليد. في نفس الوقت ألفريد اللي بيموت بيزحف لغرفة سرية، بيفتح كبسولة تجميد وبتخرج منها أخته الحقيقية أليكسيا أشفورد. بمجرد ما بتشوفه بيموت بتغضب وبتطلع مجسات عملاقة بتدمر بيها عربية الجليد اللي فيها كلير وستيف. الكاميرا بتنقلنا لكريس ريدفيلد اللي لسه واصل لجزيرة روكفورد النسخة المدمرة عشان ينقذ أخته، بس بعد إيه؟ بيقابل الحارس اللي كلير أنقذته، لكن قبل ما يتكلم
كريس بيقتل الدود وبيطلع الحارس وهو بيلفظ أنفاسه الأخيرة وبيديله الولاعة اللي كلير سابتها له. كريس بيشوف أليكسيا على الشاشات لأول مرة، لكنه ما كانش لوحده. ويسكر كان بيراقبه وبيبعت له هدية ترحيب، وحوش الهانتر المتطورة. كريس بيخلص عليهم وبيواجه ويسكر وجها لوجه. ويسكر بيضرب كريس بقوة خارقة وسرعة جنونية. نضارته بتقع وبتظهر عيونه الشيطانية. ويسكر بيقوله إن كلير في أنتاركتيكا وبيهرب عشان يلحق أليكسيا. كريس بياخد طيارة ويطير وراهم. بيوصل للقاعدة اللي بقت مليانة جذور ومخالب ضخمة. بيكتشف الحقيقة المرعبة: ألفريد وأليكسيا دول نسخ مستنسخة من جينات المؤسسة فيرونيكا. أليكسيا دمجت فيروس بروجينتور مع الحمض النووي لملكة نمل عشان تعمل فيروس التي فيرونيكا اللي بيخلي المضيف يحتفظ بذكائه. جربته في الأول على أبوها اللي تحول لنوسفراتو، وبعدين حقنت نفسها ودخلت في نوم عميق لمدة 15 سنة عشان جسمها يتأقلم معاه. كريس بيلاقي كلير متشرنقة في غرفة مشابهة لقصر سبنسر الأصلي، بيفكها ويعالجها من السم. الفرحة ما بتطولش. أليكسيا بتظهر وتفصلهم عن بعض بمجس ضخم بيصيب رجل كريس. كريس بيطلب من كلير تروح تدور على ستيف. كلير بتلف وتدور وتلاقي ستيف مربوط في كرسي، لكن الأوان كان فات. أليكسيا حقنته بفيروس تي فيرونيكا. جسم ستيف بدأ يتضخم ويتحول لوحش مرعب بيمسك فأس ضخم وبيهجم على كلير. كلير بتستخبى في زنزانة، لكن مجس أليكسيا بيمسكها وبيقدمها لستيف عشان يقتلها. وفي لحظة حزينة ستيف الشاب الطيب الوسيم اللي كان مع كلير طول الوقت بعد ما تحول لوحش ومسخ. ستيف بيقاوم الفيروس. عقله البشري بينتصر لثواني، وبدل ما يضرب كلير بيقطع المجس اللي ماسكها، بس المجس بيرد بضربة تخترق قلب ستيف. ستيف بيرجع لشكله البشري وبيبص لكلير والدموع في عينه، بيعترف لها بحبه وبيموت. I love you, Claire. حب بريء ما قدرش يوصل لذروته. في نفس الوقت ويسكر بيواجه أليكسيا، بيطلب منها الفيروس. أليكسيا بتنزل السلالم وجلدها البشري بيتحرق عشان يكشف عن شكلها الحقيقي المرعب. قوتها ونارها كانت أقوى من سرعة ويسكر اللي بيهرب ويسيب كريس يواجهها. You're coming with me. Chris Wesker. Chris, since you're one of my best men, I'll let you handle this.
كريس بيلاقي كلير منهار جنب جثة ستيف. بيفعل نظام التدمير الذاتي عشان يفتح كل الأبواب، وبيجهز سلاح تجريبي خطير اسمه لاينر لانشو. You made it! Of course. Come on, let's get out of here. أليكسيا بتتحول لشكلها النهائي وسط النيران والانفجارات. كريس بيطلق شحنة البلازما من السلاح وبيفجر أليكسيا منهيا عائلة أشفورد للأبد. المكان بينهار. كريس بيجري عشان يهرب، لكنه بيتفاجأ بويسكر ماسك كلير كرهينة. ويسكر بيقول لكريس انه اخذ جثة ستيف لانها العينة الوحيدة المتبقية للفيروس، وممكن يرجع للحياة زي ما هو رجع. كريس بيؤمر كلير تهرب للطيارة، وبيواجه هو ويسكر في معركة أخيرة. ويسكر كان أقوى بمراحل، لكن كريس بذكائه بيسحب رافعة بتوقع أعمدة حديدية ضخمة على ويسكر. الانفجارات بتزيد والنار بتحرق وش ويسكر، اللي بيتوعد كريس بالانتقام في يوم تاني وبيهرب في وسط الدمار. الثواني الأخيرة بتمر ببطء. كريس بيجري بكل قوته، بينط في الطيارة مع كلير وبيطيروا في اللحظة اللي القاعدة كلها بتتحول فيها لرماد، وده حفاظا على تقريد الانفجار النهائي اللي بيحصل في جميع الأجزاء السابقة. الأخوان ريدفيلد بيحضنوا بعض وبيجددوا عهدهم. هندمر أمبريلا مهما كان الثمن. طبعا انتوا عارفين ان السنة الجاية او اللي بعدها الريميك هينزل، فانا قلت هنزل لكم القصة الخاصة بالجزء الاساسي. طبعا الريميك ممكن يكون اسطوري او ممكن يكون زي الجزء الثالث، بس خلينا نكون متفائلين ونقول ان الريميك اللي هينزل هيديه حقه وممكن يكون احسن منه. لو وصلت معانا لهنا يا عزيزي المشاهد فانت مستني ايه؟ انضم لعيلتنا، واتمنى يكون الفيديو عجبك او عجبك، وبرضه عايز اسمع ارائكم في التعليقات. ومع السلامة يا اعز مشاهد، واتمنى لك يوم سعيد.